الله الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا نور اهدنا معروف الجمال جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا بحق البر عيسى واشفنا وابن أحمد سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا عبيد نجنا وبعلوي فكمل سعدنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا في الجمال اسمع لنا وبعلوي وعلي ذخرنا الله الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا شرف مرباطا غدا علوي وعلي نصلنا الله الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا آيات الفقيه الغاثية غوثنا هيا لنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا علوي وعلي وشاب الدين بالكل احمنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا الله يا با علوي وعلى سنوي الغاث يكفنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وجمال الدين وشيخ ابن غسن السقا في كل عنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا السكران والمختار وإخباد الباقي نجل نصرنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا بحق دروس الكتب الفحن نيم الغاث فادفع شرنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا شيخنا علي وابني وشاب الدين تمم قصدنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا سر الفخر والغاث الذي حل في عينات فاهزم خصمنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا الحامل والمختار ثم الحسين أهلك عيدانا وابكنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا الحمد والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله حسبنا ربنا جلنا وجمال مطلوبنا الدين جدي وابن العيدروس الحبر فانصر جندنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وإمام والدي قدوة الدين ومصباح الدنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا ونعجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا إني بكم جار لكم أخاف قد دايما نونا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا من ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا طام الأوتان يا خير من حاز المثاني والثناء الله حسبنا ربنا جلنا من مطلوبنا غيركم يا سادتي يلتجين حان خطب أودنا الله حسبنا ربنا جلنا ليس لي مطلوبنا ملجأ سواكم فادركوا هيا هنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا أعجل لغارة يدرك العبد بها كصلمنا الله حسبنا ربنا جلنا ربنا مطلوبنا فاكشف به مكروهنا واحمنا من كل خطب نمنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا بالمصطفى الهادي فينا كل شر وعدو يا ربنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وصلاة وسلاما دائما يتغشاه بها كل هنا الله حسبنا ربنا جلنا وعلى مطلوبنا آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برق أو سنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سلكت فرج كربي آمين يا الله أنت إلهي آمين حسبي يا الله على البغاة آمين يا الكريم الله عجل برفع ما آمين يا نزال الله إنك لطيف لم آمين يا تزال الله من غيرك عز آمين يا وجل الله ولا لطيف آمين بالعالمين يا الله رب اكفنا شر آمين العدا يا الله وخذهم آمين وبددا يا الله واجعلهم لنا آمين يا الله فدا وعبرة
للناظرين يا الله. يا رب شدد شملهم يا الله. يا رب فرج جمعهم يا يا رب الله. كلل عدهم يا واجعلهم الله. في الغابرين يا الله. ولن تبلغهم مراد يا الله. ونار تصبح رماد يا الله. بكافى يا عين صاد يا الله. والحال ولوا يا خائنين الله. وشر كل ماكرين يا الله. وخائن يا وغادرين الله. وعاين يا وساحرين الله. وشر كل يا معين الله. معتد يا وغاصبين الله. ومفتر يا وكاذبين الله. وفجر يا وعائبين الله. وحاسد والشامتين الله. يا ربنا يا ربنا يا الله. يا ذا البهاء وذا يا السناء الله. وذا العطاء وذا آمين الغنى يا الله. أنت مجيب آمين يا السائلين الله. يسر لنا آمين أمورنا يا الله. واشرح لنا آمين صدورنا يا الله. واستر لنا آمين عيوبنا يا الله. فأنت بسترك آمين يا الله. واغفر لنا آمين يا ذنوبنا الله. وكل ذنب آمين يا عندنا الله. وامن بتوبة آمين يا لنا الله. أنت حبيب آمين يا التائبين الله. بجاه سيدنا آمين الرسول يا الله. والحسنين آمين يا والبتول الله. والمرتضى بالفحول آمين يا الله. وجاه جبريل آمين يا الأمين الله. ثم الصلاة آمين والسلام يا الله. على النبي خير آمين يا الأنام الله. وآله الغر آمين يا الكرام الله. وصحبه آمين يا والتابعين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم يا أرحم الراحمين ارض بنا في يا قضاء الراحمين ارض بنا في وعافنا يا قضاء إلهي من نوازل يا البلاء الراحمين ارض بنا في وهب لنا قضاء الخير كل وادنا بهدى يا الراحمين ارض بنا في قضاء نستعينك ونستغنيك عمن يا سواك الراحمين ارض بنا في وصاحب قضاء الفضل والإحسان نرجو يا عطاء الراحمين ارض بنا في ننال قضاء كل المطالب كلها في يا رضا الراحمين ارض بنا في إياك نعبد قضاء ونشهد مشهدنا نرى يا الراحمين ارض بنا في ونشهد قضاء أنك ترانا نور عين يا استفاء الراحمين ارض بنا في قضاء وبشواه مشاهد من يوالي يا ولا الراحمين ارض بنا في ومن على قضاء سنة الهدي يراعي يا رعاه الراحمين ارض بنا في ومن قرأ قضاء للقرآن وبحق يا نبا الراحمين ارض بنا في إنك إليك قضاء تحقق أن هذا يا حكى الراحمين ارض بنا في وصار قضاء قلبه وقلمهم دلا من يا صفا الراحمين ارض بنا في بالقلب قضاء والعلم والتعظيم يا يا الحسنات الراحمين ارض بنا في لمن قضاء كان حظ منك وافر يا هدى الراحمين ارض بنا في سبك قضاء العلم جاء لائق من يا قدر
الراحمين الطبنا في وأدركته قضاء العناية حيث جئت يا أرحم وجاء الراحمين الطبنا في اسعد ولا قضاء بمجيب أكثر سمع يا دعاء أرحم الراحمين الطبنا في إليك قضاء وخيم حتى ساح فينا يا أرحم الراحمين الطبنا في ولا الهنا قضاء والمنى والباس شئت يا أرحم وشاء الراحمين الطبنا في يا رب قضاء هبني في رجاء من يا أرحم رجاء الراحمين الطبنا في قرب قضاء دعائي وقربني مع من يا أرحم دعا الراحمين الطبنا في وأنت قضاء حسبي وعوني فاشفني يا أرحم بشفاء الراحمين الطبنا في قضاء القلم والمسن لباسا يا أرحم قياما الراحمين الطبنا في وغدر قضاء روحي بذكري واحمني يا أرحم بحماية الراحمين الطبنا في وهبني قضاء وحبني لمحبة لك يا أرحم الراحمين الطبنا في أستغفر قضاء الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين الطبنا في قضاء يقيني وثمني ثمنا يا أرحم الراحمين الطبنا في الحمد قضاء لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحمين الطبنا في صلاة قضاء ربي وسلم نزل يا أرحم مسلما الراحمين الطبنا في قضاء النبي المصطفى المحمود خان من يا أرحم بيان الراحمين الطبنا في عند الحياة قضاء الذي يحيا به من يا أرحم حياة الراحمين الطبنا في والآل وصحبه قضاء والحقنا باسم يا أرحم اسميان الراحمين الطبنا في يا من قضاء خائف نجنا مما يا من نخاف خائف نجنا مما يا ولي نخاف الصالحين كن موالينا يا من وكاف خائف نجنا مما يا جالس نخاف الذاكرين اهدنا سبل يا من العفاف خائف نجنا مما يا مجيب نخاف السائلين ربنا واغفر يا من وعاف خائف نجنا مما نستعين يا نخاف معين شفها عن سن يا من شفاء خائف نجنا مما لنا والحق نخاف بإنجاب النصر يا من مواف خائف نجنا مما وفي شر المؤذين نخاف كفهم عنا يا من كفاف خائف نجنا مما ونقتل نخاف الظالمين حدهم حتى يا من التلاف خائف نجنا مما شر في نخاف منهم وفيهم يا من مضاف خائف نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا يا من بالانصراف خائف نجنا مما والذين نخاف هالك في شفا جرف يا من خائف الحياة نجنا مما والطغاة نخاف الباغي نكفيهم يا خير يا من كاف خائف نجنا مما حسبنا الله نخاف المعين هو لا يا من خلاف خائف نجنا مما وقف المتوكلين نخاف كل شر من يا من مخاف خائف نجنا هو مما رب العالمين نخاف وإليه يا من الانعطاف خائف نجنا مما كافر حسر حسين نخاف من سواه ما يا من نخاف خائف نجنا مما وصلاة كل حين نخاف وسلام الله يا من واف خائف نجنا مما تبلغ الهدي نخاف الأمين ولأصحاب يا من العفاف خائف نجنا مما قدوى نخاف للمسلمين المساكين يا من الضعاف خائف نجنا مما ورد الله نخاف المتين بهم ارحم يا من وراف خائف نجنا مما يتوتب نخاف علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب علينا وارحمنا وانظر يتوتب إلينا علينا سامحنا بما يا جنينا تواب علينا سامحنا بما يتوتب علينا جنينا اغفر لنا يا ولوالدينا تواب علينا يغفر لنا يا الله توبة ولوالدينا توبة مغفرة والجمال دنيا يا وآخرة الله توبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا الله وآخرة توبة وقبول وإنسان يا الله بتوبكم لدرج يا الله الأكفان بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله رضا يا الله الأكفان رضا والعفا ما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما يا قد الله مضى رضا يا الله رضا يا الله بتوبة يا وقبول الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى استغفر الله الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى استغفر الله رب الله البرايا استغفر الله من استغفر الخطايا الله رب البرايا استغفر الله من يا فارج الخطايا الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر يا ويرحم فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر يا ويرحم رب بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله من الله خذ نرجو لهذا الغفران الإنسان عبد سوء خزيا من ذنوبه وحلا خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو ربنا الغفران نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بعظيم الغفران الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبي الغفران الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبيين الغفران الجم من أبينا آدم وبنوح الأكدام خليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبي الغفران ابن مريم وبهود الأكرم وبها دون العام والنبي بن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله وبجاه نرجو الغفران الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم واحكم والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم أهل تربة بشر يا إله العالم والفقيه يا المشكل إله العالم والعلوي يا الأبرار إله العالم عنهم حال يا إله العالم عينات اليوم يا إله ما العالم كما هم في يا الغار إله العالم وإن بدأ مني يا لهم إله يطلبوا يا إله للغفران العالم بالحسن بن يا صالح إله العالم ظهر نوره يا إله لا العالم تكن لي يا فضلا إله العالم يا صمد يا يا إله العالم مثل شيخ إله البشر العالم عبد ناصر أحمد يا إله العالم وبه ثم يا الجد إله العالم للمعالي لهم يا إله شان العالم يغنى يا بالمطلوب إله العالم والفرج مثل يا إله العالم وبفرحة يا يا إله الله العالم زالت يا الأحزان إله العالم ربنا اغفر يا إله وارحم العالم واعف عما يا إله تعلم العالم فإن جودك يا إله دعم العالم إنس خلقك يا إله والجاه العالم ودروس إله القرآن العالم واجتماع إله الإخوان العالم بدعاء يا إله الرحمن العالم سرهم يا إله والليعلان العالم والحبيب يا المحضار إله العالم قائما يا بالأسحار إله العالم قائلا يا إله غفار العالم خذ لنا يا بالغفران إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا الكل يا أجمع إله العالم ولمن لك يا يضرع إله العالم طالبا يا للإحسان إله العالم وصلاة يا تترى إله العالم والوصى يا إله بالإسراء العالم وتأتيه ضرا يا إله في العالم جميع يا إله الأزمان العالم يا عليم السر منا لا تهتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب الأرباب عبدك فكيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما ما يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا واسع الجود جودك الخير خيرك
وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا مجد الخلق ترى ومسع الكل برا أسألك كسب السترى على القباء والأخطاء يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا سر قلبي حسب طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا إليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يكف فيك ظني يا مالك الملك يا يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو كنا إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكل والقال يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وأسوها أفد وأشغال يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نفس القوية عن سبيل سوية أدحط روج علي وقصدها الجاه والمال يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث رب كنا قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبار يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا أنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربنا خير كافي أهل علينا العوافي فليس شأسا مخافي علينا تفصيل وجرما يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعبدك ببابي لا إله إلا الله شاري مع ذبي لا إله إلا الله يحتاجي لسوابي لا إله إلا الله وغيث رحمتك هطار لا إله إلا الله أتاك بأنتي لا إله إلا الله بانكسار وفك لا إله إلا الله بيسرك أسري لا إله إلا الله بمجد جودك والإفضال لا إله إلا الله عليه بتوبة لا إله إلا الله يسير من كل حول لا إله إلا الله وصف من شر أوبة لا إله إلا الله لكل ما أنه قد لا إله إلا الله وأنت مولى الموالي لا إله إلا الله الفارد بالكمال لا إله إلا الله العلا والتعالي لا إله إلا الله على طعن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله وبرشك وقهرك لا إله إلا الله ذكرك وشكرك لا إله إلا لازم الله حمدك والإجلال لا إله إلا الله ربي أنت ناصري لا إله إلا الله نقني كل خير لا إله إلا الله واجعل جنانك لا منصري إله إلا الله واختم بالإيمان الأجل لا إله إلا الله وصل في كل حال لا إله إلا الله مزيل الضلال لا إله إلا الله كلمته الغزال لا إله إلا الله محمد الهدي لا إله إلا الله الحمد لله لا شكرا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله نحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأسرار لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا المسلمين كريم
الرحيم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فادرك إلهي ضرا قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وما لنا المسلمين ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا المسلمين مجيب أنت السميع الكريم ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين العنا عنا وتثني المنى منا وكل الهنا نعته في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وتوفنا مسلمين وابعث بنا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وكل فكرك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي هذا المؤذي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إذا ذن الانصرام وحل حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين على الشفيع الأنام والآل نعم الكرام والصبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الشيخ الحضرة حسلنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله الشيخ نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله الدين عبد الله ونستمد بالله بجاه الله نفوز بحول الله الشيخ نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله
الله سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله وبعد جاء النظر من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب والله الله بالمحضر المخبد الصبر مطهر الأسرار سليل أهل الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله القادة القدوة سادة الصفا ذي ما له شهوة إلا لذكر الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب مثل الله الإمام الفخر عن رفيع الكدر كالشمس لا كالبدر ياضي لخلق الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب أبو بكر الله بن سالم وحتف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب وينجي الله الغارق إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب فقال الله العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب والعبد الله درجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب السابحات الله الكرام نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب لأنه الله حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب يا سادتي الله غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب ثم الله معي قومه وقت الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب كفى كفى الله ما بدول أسوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب مولانا نصر الله بسيف القدرة وكل ما نكره وشوه شيء لله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب هيا بكم هيا الله للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب يقضم الله جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد كل في الوقت جار الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب والمصطفى الله الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب حسبي بهم الله حسبي هم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب وسلم الله دوب على النبي المحبوب به يحصل المطلوب أجمع بفضل الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة العقول السالمة وأهل القلوب العالمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة بهم معازمة وبصدق نية جازمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها دواء أجيب تاما يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة خير عندنا إبانا يوم الطامة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة المرضعات أن قريب كل له منه نصيب يلا بها يلا بها يلا بحسن كان الخاتمة دان أو نسيب فهو مصيبة عامة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة إذا متأتك وغسلك وكفنك يلا بها يلا بها يلا بحسن وشيعك الخاتمة وألحدك وسرت جيف خما يلا بها يلا بها يلا بحسن يا رب الخاتمة كل يا معين إذا رشح أدم الجبين يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يلا بها يلا بها يلا بحسن إياك الخاتمة ماهل المقر وإن ماهل الممات يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة أمن في النظر
تحذر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة رب ما معنى أمل وكسبنا كله سلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ما فيك أمل تهي العظام الرمى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن عين الخاتمة الانتقال والأمور ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة أرجو ذا الجلال بجاه وللفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه وللفاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه وللفاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه وللفاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يولي درجات في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويشورنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خليق وسام وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخواني وسيدنا علوي أم الفقيه وابن حماد وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاد الشيخ أبي بكر السكران وشيخ عمر المخضر وإخوانهما وشيخ عبد الله علي دروس وأولاده أبي بكر الأدني وإخوانه قطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي الحسن الشاذلي إمام محمد بن إدريس الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشي ماله وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب والحبيب أحمد بن زين الهبشي والحبيب أحمد بن محمد الهبشي مولى شيخ والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفكي علامة الدنيا والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وأخي ظاهر بن حسين بن ظاهر وسيدنا أحمد بن محمد المهدر ودي الهقاب الحبيب عمر بن محمد السقاف الصوفي السقاف وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب عبد الله بن شاه الإدرس والحبيب أحمد بن إدرس الإدرس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب محمد مهدي الشاتري الحبيب أبو بكر الشاتري الحبيب حسن الشاتري الحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين والحبيب علي مشهور بن الحبيب علي مشهور الحبيب أبو بكر بن علي المشهور الأدني ثم أنسس إلى روي الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي الحبيب جعفر بن شيخ السقاف الحبيب علوي بن السقاف الحبيب صالح بن موسين الحامي تنقل الحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي كويتان الحبيب علي بن حسين بنغر الحبيب محمد بن إدرس الحبشي الحبيب محمد بن حسين الإدرس الحبيب إدرس بن سالم الجوفري الحبيب علوي وحسن ابن حبيب محمد بن ظاهر الحداد الحبيب هادي بن عبد الله الأهدر ثم خصوصا إلى الحبيب حسن بن محمد بن هدى السقاف الحبيب عبد القادر بن أحمد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف جدة الحبيب أحمد مشهور بن ضاحى الحداد الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه مالن الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه الحبيب حسن بهارون الحبيب شيخ بن إدريس الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف الحبيب عمر الحسني الحبيب هود بن إدريس الحسني وأصولهم وفروهم ثم خصوصا إلى روحه الجد به مهاجر به عبد الله به مزينة كي أحمد بشير عبد الله كي خالد عبد الله بن مسكوفة عبد الله كي مشهد عبد الله وصولهم وفروهم ثم خصوصا إلى كي هاشم رفيعي كي نور سالم كي جاسم نور
وجميع المشايخ ودوغاتون كي ثم وسوس الروحي كي نووي بن عبد الجليل سدوغري كي عبد العليم سدوغري كي خالد سدوغري كي حسن سدوغري كي خالد سدوغري كي نووي بن نور حسن سدوغري وجميع المشايخ سدوغري ثم وسوس الروحي كي عبد الحميد بن عبد الله عمر باسوروان وأصولهم وافر ثم وسوس الروحي كي علي مرتضى كي أحمد جفري كي محمد سبادر وجميع المشايخ بسوء وأصولهم وفروئهم وجميع ساداتنا علي بعلوي والشيخ سعد العمودي والشيخ سالم بن فضل بفضل والشيخ علي بن محمد الخطي والشيخ سعد بن علي مدحت والشيخ عبد الله بن أحمد بسودان ثم أسس الأروي كياي برهان كياي أناس كياي زين العابدين كياي برهان كياي بدر القمر وصولهم وفروئهم وجميع ومشايخ الحضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضر ووالديه وجميع المسلمين أن الله يريد درجات في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافية ويطرح فيها الخير والبركة ويؤجي بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويتل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa mimma nuqila anil habib al-imam qutbid da'wa wal irsyad al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Qala radhiyallahu an kadal aqilu alla yakuna lahu aduun wa kadal ahmaq alla yakuna lahu sadiqun ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Kadal aqilu, hampir saja orang yang berakal,
alla yakuna lahu aduun, dia tidak mempunyai musuh. Wa kadal ahmagu, hampir saja orang yang bodoh, alla yakuna lahu sadiqun, dia tidak mempunyai teman. Dua kak dinto sangat berlawanan, al-aqil wal ahmak, orang yang berakal dan orang yang bodoh. Ketahuilah sesungguhnya nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah akal pikirannya. Karena dengan akal tadi itu manusia akan menjadi terpisah, akan menjadi beda dengan binatang buas, dengan binatang-binatang yang melata. Sayang seribu sayang, akal daripada manusia yang semestinya adalah merupakan kebanggaannya, keunggulannya, kelebihannya justru dirusak dengan ganja dan narkoba. Semestinya manusia dengan akal pikirannya dapat membedakan antara sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Karena akal ampun tidak digunakan lagi, maka manusia tadi itu akan lebih parah daripada hewan, lebih jahat daripada hewan buas. Ya, oleh karena dinto orang yang berakal nyaris tandik musuh. Orang bodoh punya musuh, orang akal tak ngelatih ini ke orang percuma. Mon kok non ngelatih ria, ya berarti kok pada ria pada bodoh nah. Engkau mon pada bi orang ria noroten orang ria, ya berarti engkau pada kok matang derajat pada bi orang ria. Contoh nih seumpama beda orang mesoen ke sampean, sampean mesoe ki ya pada berarti pada buntoan, pada melet berarti, pada paten berarti. Tapi orang yang berakal tak ngelatih ini, maka sekalipun sampean gelek ya cek napa berbuat dengan imbalan, dengan iming-iming se menggiurkan, tapi sedeti taruhan gak dinto akal. Ya, orang ngajak maksiat masalah, tapi orang yang berakal tak ada. Beda orang sandi, beda orang ngajak untuk berbuat napa si melanggar daripada agama, karena orang yang berakal tak gelem, karena akal tak yang kui punya orang senda. Makanya ada buaki al-aqil, orang yang berakal, man al-aqil man aqalahu aqluhu an kulli madhmum. Orang yang berakal adalah orang yang akalnya mampu mengikat orang tadi itu an kulli madhmumin, daripada setiap sesuatu atau melakukan perkara yang buruk. Al-aqil man aqalahu aqluhu, orang yang berakal akalnya mengikat orang tadi itu an kulli madhmumin, dari melakukan sesuatu yang buruk. Karena di akal ikat pikir kade mergana agel nika pada bi orang ngongga haji mon datang hajian atau umroh neng cetak akan bedaleng celeng agak sa nyamana igel ya, nyamana igel. Apa fungsinya igel? Igel nika fungsinya untuk mengikat surban nika sapa aja, surban nika tak mereng, surban nika tak keker, maka ibri igel. Maka igel nika tugasnya fungsinya untuk mengikat surban, pailasan gela sek kodung gela. Agel fungsinya untuk mengikat syahwat. Ebri agel bi Gusti Allah untuk mengikat syahwat, sehingga syahwat tak gampang yo coleben saroban. Untuk mengikat nafsu, sehingga nafsu gelek terikat oleh akal pikiran sekoca agel. Maka orang yang berakal adalah orang yang mengikat dengan akalnya tersebut daripada melakukan perkara yang tercela. Tak gelem orang yang berakal. Beda emas sepergem, beda betoh satrek. Melek amam ya mas, nanti akal mau setan di akal tertarik di benyakan mau satrek bandingnya sepergem, wah melek se satrek yang pacet akal tak bata yang kui.
Tak tahu cek sebergem niku berharga, bisa meledak oleh bi trek-trek. Sasak kasarakas. Sekreksek PC meleng amam ya. PC sekreksek PC. Cerdas hebat, akal cerdas. Akal yang kui berarti akal pikir. Mun meleng kasarakas, kok sasak bae benda banyak. Tak pati beres berarti. Berarti akal tak gunake. Bajeng di tibian sederajat mun berjamaah 7 lekor derajat. Meleng ama. Sederajat pancen pada gila nah. Akal tak pati yang kui. Adapun orang yang berakal terus akal gelak yang kui. Apa untuk sopaja aban kehidupan kuaku dengan akhirat akal gelak yang kui. Amangkan orang itu bagi orang yang berakal nika tak pernah rasana akabai madarat ka orang. Orang yang berakal nika tak pernah rasana ngebai bahaya ada orang lain. Orang yang berakal tak mungkin. Arab orang yang itu jahat karena akal tak yang kui. Selama dia berakal tak mungkin bakal jadi penjahat. Al-aqil yudar wala al-aqil yadur wala al-aqil yudaru wala yadurru. Al-aqil orang yang berakal yudaru, selalu orang yang berakal ini kan selalu kamoso. Ya napa nyaman selalu mendapatkan kemelaratan. Wala yadurru bentak pernah rasana merepotkan ke orang lain. Jadi orang yang berakal ini kan nyaris orang yang berakal gila tadak mau sona. Tadak mau sona karena tak ngelatini orang enggak sah. Tak latini. Muasila dayas. Orang yang berakal dinalah. Kamu masih pinter, kamu masih bodoh itu. Adapun orang yang bodoh wal ahmak, orang yang bodoh yang kebanyakan orang yang bodoh nyaris atau hampir tidak mempunyai sahabat. Sahabat ni ke benih polon sampai punya kenalan yang Facebook. Sahabat polona benih sampai punya kenalan yang buang itu disebut kenalan di nak benih. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mampu membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan kita ketika kita dalam keadaan salah. Sahabat yang baik yang mampu mendoakan kita, yang bisa menasihati kita. Ini ke sahabat yang baiknya mana? Benih sahabat mengajak dek kemaksiatan nih ka. Moso nih ka. Gelem sampean beriin racun. Sampean di kancana sampean cekoki racun, gelem sampean. Benih kancar ya moso, terus beda orang ngajak kemaksiatan ngajak ke neraka, kancah. Ya moso berarti benih kancah. Moso ini kemudian ketika sampian sompek datang menghibur, sampian sosa datang ngajak, napa tak ngajak dek bareng sini benih karena ban sompek ayo hadir majelis saya, majelis zikir sopa je langsung pakai. Ane kayak kocah hada sodik, karena kancah ini ke beda kancah se, beda kalbun sodik. Beda sodiku kalbin, beda kanca beda orang nggak kanca pate, kanca macet pate, mandoman bi pate, manfaat, kowe memburu kowe napak, beda kanca nggak pate, lari si bahaya, beda sodiku kalbin, beda kalbun sodik, beda sodiku kalbin. Beda orang akan cabi pate, beda orang akan cabi orang yang beda kayak ngak pate. Ya hati-hati. Si akan cabi orang gak ada jeriah. Keke sampean. Pasti keke. Karena orang yang berakal nih kayak yang kui akal lah. Gojo paling raju gojo nih kah. Hewan paling besar gojo. Keng tak beri akal Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sudah terjadi? Kebe sirkus. Kebe tontonan, sahabat ning taman safari, sahabat ning tempat-tempat hiburan. Kopi mau paling ngerajo, kopi ngegojo, kopi nggak sampean kopi gini. Saking diri rajo nang kopi sampai kopi jajan, kopi ganja. Kalau otak kebonosan nih kabona, kopi nyaman sarong, cuk sarong ke nyaman diri gejo sampean. Kalau otak kebonosan, akal manosa. Hewan buas sekalipun macan singa karena diberi akal di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada gunanya. Kita ada gunanya. Kebe tontonan. Tapi orang ahsana taqwim paling sempurna nama ciptaan kita nika manusia
karena beri akal pikiran jeneng Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan daripada manusia, keunggulan daripada makhluk seanya manusia adalah akal pikiran. Maka tore gunaki akal ya bagus kanggo dunya kanggo akhirat, lakonen ya bahaya ning dunya bahaya sampai ke akhirat. Lah neka fungsina akal neka. Fungsina igel neka. Ya, sopajen apa? Sopajen mengikat nafsu, mengikat syahwat neka. Sehingga kulit sampean betul-betul terarah, betul-betul teratur, aturongku akal. Mereka akal sahabat atas, nafsu sahabat bebe, syahwat sahabat bebe. Mun balik, syahwat sahabat atas, akal sahabat bebe. Akhirnya akal selak bareng syahwat nafsu melolo, jeling ruah, jeling ria, jeling nafsu melolo akhirnya. Mon ring di akal egunaki. Nah, neka Bunda Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad nyaris atau hampir saja orang yang berakal tidak mempunyai musuh. Kenapa? Karena tak pernah ngalatih nih. Orang yang bodoh nyaris dan hampir tidak mempunyai teman. Sayyidina Ali neka lebih seneng andik moso penter si berakal daripada andik kancak yang bodoh. Engkau angok andik amoso keng tang moso repenter berakal daripada andik kancak cuma bodoh, ahmak. Nah, saya orang si ahmak. Wal ahmak man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap keamanan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aben terus selamat yang tak jalan saya selamat. Aben terus masuk surga yang tak berusaha beramal sesoleh. Terus selamat dari neraka tapi tak menghindar dari apa sih maraki masuk neraka. Hadzal ahmak. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Berharap dari Gusti Allah, goncoran dari Gusti Allah. Keng tadi amal, paling budu noreng dia. Nah, terus selamat masuk surga. Keng aben tak gelem di amal sekira masuk ke surga. Terhindar dari neraka. Aben pakun apolong bi orang-orang sali neraka. Ahmak cuma hamik. Hamik bodoh tapi ahmak nih pun ratu nereng budu ya. Nah, ratu nereng budu nih kan. Jadi orang si budu. Jadi orang pintar jadi orang. Sampai beri akal pikiran jeneng Allah Subhanahu wa taala. Maka akal gunaki. Mun ria kira beda ganjaran, aneka beda manfaat, lakoni. Mun kira area madarat, area membahayakan, wis hindari. Orang yang berakal selalu pacet napanya mana diintimidasi bi orang pacet. Al-aqil yadur wala yudar. Al-aqil orang yang berakal selalu pacet. Tekan terus orang yang berakal. Pepet terus orang yang berakal karena tak kelem bergabung. Tak norot ya. Karena orang yang berakal tak pernah rasanya membuat bahaya ke orang lain. Tak pernah madarat ke orang lain. Tapi orang yang berakal tak pernah norotin orang-orang budungan nikah. Terlalu rendah, terlalu naif menjadi orang ini, terlalu remeh untuk ditanggapi orang yang berakal. Kibadah lebih penting daripada jadi. Pikir akhirat tah, pikir hisab nah, pikir surga bener akan ada nikah lebih apa? Adapun untuk orang-orang yang bodoh tak mikir lanceng. Orang bodoh ini tak mikir lanceng. Nah, cuma harap dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Antar muka akal pikiran kuliban menjenengan dadi akal saya manfaat, akal saya bisa membedakan bainal haqqi wal batil, bisa membedakan antara barang saya bagus, barang saya coba, barang saya bener, barang saya tak bener. Nika bereneng akal. Mun akal tak yang kui ada punahan. Los medeng kapi, jeng agel lah tak ada agel lah, igel lah tak ada. Ibi ban suruh pada medeng kapi belum sebelum medeng kapi, siap igel lah tak ada. Tore mun orang yang diakal sampean tunggange orang, gelem sampean tunggange orang, ngamok, toju ya dan bunggona, yuk toju sampean ya dan bunggona, pah bener ngatungkang burin kan sampean nunggange buri, andi salah apa kok kurang ajar je, pedek. Apa maksud akang tunggang buri? Tak gelem tunggang buri. Beda orang tunggang buri kembung. Ya ada nyi penyanyi aja, bagian DJ aja. Syuting. Wah, seneng, asik. Tunggang buri ban biji ya, bi DJ aja. Mak gelem, tadi akal dah. Pada biar baca muna kake. Kelas pada burin DJ aja. Orang yang berakal kok tak bisa membedakan akal lah. Justru akal peteng bonan, ngawur bonan orang yang bodoh nih kah? Nah, makanya
Ki pace tak pati benyar sare berakal kapir ya. Berakal kapir ni. Karena akal yang ku mesti tak beda akal yang akal yang mungkin lah tadi sekali akal tak bisa bergabung. Nah, karena akal tak berfungsi bona. Akal tak berfungsi. Nah, jadi urusan dunia akal yang ku urusan akhirat pahmoro gendeng. Pahmoro tak yang ku ya akal. Naudzubillah. Ya padahal akal ni kapon. Sampean soki keng kita beri akal gelem sampean. Beri motor paling wanyar gris lah mele sampean. Keng nyamronya mato. Gelem sampean. Sehingga ku benene mata kali bener. Mak prosak di bareng sini bene. Soki sara soki bini nempak bisa. Motor ngedira bungkone tingkat pesena segebuk. Orang lawe. Dengan ku benene mat akal lebih sampean. Congo orang si akang bengkang nembong-nembong ruah. Aru tadi akal beda orang ya kada jeria akhirnya mau nakal tak yang ku pada saking lekace situ ngasarongan situ ngabengkang dedo pada gila namun aslinya. Tak pati beres urusan akhirat urusan dunia tok kulit sampean sebentar. Sebentar muka nasihat ni kita ilmu semanfaat. Akal gunaki karena fungsi na akal neka kim mereka orang yang kocak berakal man aqalahu aqluhu. Orang yang mempunyai akal adalah akalnya yang terikat, akalnya tersebut mengikat orang tersebut an kulli madhmum daripada melakukan perkara yang tercela. Tak gelem ngelakuin bareng secoba lah etaleen napa bi akal. Nah, termuka dadi orang yang selamat dunia akhirat, akal pikiran ini bisa membedakan barang sesai dan barang secoba. Insyaallah kelaban akal ni kakul panjenengan dadi orang yang mulya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. آمين اللهم آمين والله أعلم بالصواب. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول سبحانك اللهم